في واحد الصيف قرروا 4 ديال الشباب صحاب يمشيو في مغامرة تخييم بعيدة على المدينة، حالمين بليلة هادئة وسط الرمال والنجوم، وما كانش في بالهم أن هاد الرحلة غادي تحول لبداية مصير مجهول. أنا سالم، عندي 24 سنة، كنخدم خدمة بسيطة في محطة ديال الغاز في الميناء. حياتي عادية وما فيها حتى مغامرات كبيرة. ياسين هو صاحبي من الدراسة، ديما كيهضر على التخطيط والخروج، هو اللي كان كيدفعنا نديرو شي حاجة مختلفة. يعني كان هو اللي كيشجعنا أننا نديرو مغامرات وأننا نسافرو ونبدلو الجو. عمر كان ديما كيتمازح معانا وما كيشوفش، ما عمرو كان شاف شي امور بجديه، ولا كان ديما واحد الانسان مستهتر. مهدي كان اهدأ واحد فينا ولكن كيتاثر بسرعه. نهار جلسنا في القهوه، ياسين قال لنا علاش ما نمشيوش نخيمو في الصحراء غير يومين، نبدلو الجو ونرتاحوا. الصراحه من الصداع ديال المدينه انا ولا كيجيب ليا ستريس. انا في الاول كنت متردد ولكن من بعد وافقت، حيت ما بغيتش نبقى ديما انا هو داك المعقد. ما بغيتش أنا، حيت ديما كيسميوني بواحد معقد وبخواف والى اخره. صراحه الباقي وافقوا وانا وافقت وبدينا نحضروا. حضرنا خيمه وحده كبيره، الماء بزاف، ماكله خفيفه وكاميرات باش نصوروا. اتفقنا اننا نباتوا ليلة وحدة ولا جوج ليالي على الأكتر، ونرجعوا. خرجنا بكري في الصباح، في الأول كان كلشي هادي، الضحك، الموسيقى، والطوموبيل وتصاور، وفين ما وقفنا كنبقاو نتصوروا. يعني كنا فرحانين بزاف. ولكن كل ما قربنا للصحراء كتزيد تساع وكتزيد تكبر. وليت كنحس بحال الجو كيتبدل، الشبكة ولات ضعيفة، الراديو كيتقطع، الطريق كتبان خاوية بزاف. ياسين قال لنا هنا الصحراء كتكون مختلفة، خاصنا نكونوا رادين البال شوية الدراري. صافي بقينا ساكتين. منين دخلنا لداخل ديال الصحراء كلشي ولا ساكت، ما كاين حتى صوت ديال الطيور ولا سيارات، غير الريح الخفيفة والرمل. وقفنا وقررنا نلقاو بلاصة ونصيبوا الخيمة قبل ما يجي الليل. في النهار كامل كان كلشي عادي، نصبنا الخيمة، صورنا شوية وهضرنا وضحكنا. ولكن حتى في النهار الصمت ديال الصحراء كان غريب، ما كان حتى حركة حتى حركة في، يعني ما كانش شي واحد لا مخيم حدانا ولا شي واحد، شي طوموبيل كدوز. مع العلم عادي يدوزو الكاميوات من هاد الطريق، غير مساحة كبيرة وصحراء بلا نهاية. مع الغروب الجو صراحة تبدل بسرعة، الحرارة بدات كتهبط والحرارة ولات كتزاد والصمت ولا ثقيل بزاف. كنت حاسة براسي كنبغي نبقى داخل الخيمة كتر من برا. عمر كان كيدير النكت باش يخفف الجو، ولكن حتى هو ولا غير ساكت شوية بشوية، بدا كيسكت. صافي مبقى حتى واحد كيتجاوب معاه، صافي وسكت. في واحد اللحظة سمعنا صوت خفيف خارج الخيمة، بحال شي حاجة كتجر في المرا في الرملة. خرج ياسين يشوف شنو كاين. قال لنا ملي خرج، قال لنا راه ما كاين والو الدراري، ما بان ليا والو. ولكن في ديك الوقت ما كانش حتى شي ريح قويه زعما باش دير داك الصوت، وحتى شي حاجه ما كانتش. الصراحه اللي طرا في الليل شفنا اثار ديال الاقدام، ملي خرجنا بانت لينا غير شي واحد الاثار ديال الاقدام حدا الخيمه، ولكن ما قدرناش نعرفوا واش ديال انسان ولا ديال حيوان. صافي كلشي مشى ينعس. خلينا ياسين جالس حدا العافيه وكيشوف فيها. قال لنا راه واحد شويه وغنضحك عليكم نجي الناس. حاولنا نلقاو تفسير وقلنا ممكن يكون غير حيوانات ديال الصحراء. في واحد اللحظة ياسين قال لنا راه غندور شوية بعيد على الخيمة وغادي نرجع. صافي حنا مشينا ننعسو. صراحة ملي خرج بقينا كنتسناوه، ما نعسناش، بقينا كنتسناوه يرجع. ملي خرج ما رجعش. في الاول قلنا ممكن يكون غير مشى بعيد شويه، ولكن من بعد الوقت طول بزاف. خرجنا نقلبوا عليه كاملين ولكن ما لقيناهش في الصحراء. الصحراء كانت واسعه، زيد عليها كان الليل وكانت الظلمه، وطبيعه الحال كنا غنضيعوا، وسهل الواحد يضيع فيها بلا اثار. اصلا الصحراء كبيره دايره بحال البحر. من بعد ما فقدنا الامل في اللقاء ديالو في ديك الليله، قررنا نرجعوا للسياره ونطلبوا المساعده. صراحة أودي مارينا ما بقيناش في داك المكان، حيت حسينا بالخطر الحقيقي هو البقاء بلا تنظيم. يعني الا بقينا غير غنضيعو حتى حنايا وما نصدقوا لا حنا لا صاحبنا. في الصباح فرق ديال البحث جاو معنا وقلبوا في المكان كامل، ولكن ما لقينا حتى اثر واضح ديال ياسين، غير بعض الاثار في الرمل وخيمتنا اللي بقات ممزقه شويه من الريح. ومن داك النهار ما عرفناش شنو وقع بالضبط وفين مشى ياسين. الى يومنا هذا مازال كنقلبوا على صاحبنا ومازال ما لقيناهش.
واش تختفى ولا وقعت ليه شي حاجة؟ والله أعلم. نذكر لكم بعض الأساطير عن الصحراء ومن بينهم جن الصحراء أو سكان الرمال. كيأمنوا بعض البدو أن الصحراء فيها كائنات خفية كيسموهم الجن، كيسكنوا الكثبان الرملية وكيبانوا في شكل ريح قوية أو ظلال غريبة في الليل. كيقولوا إلا ضيعتي الطريق وسط الصحراء بوحدك ممكن يخطفوك أو يدوخوك حتى تضيع نهائيا. سراب الموت أسطورة مشهورة، المسافر كيبان ليه من بعيد واحة فيها ماء ونخيل، ولكن ملي كيقرب كيلقى غير الرمال. كيقولوا ان بعض الناس ماتوا حيت تبعوا السراب ساعات طويله حتى اعياو وضاعوا وماتوا. عواء الريح الليالي اللي كتظهر فيها الصحراء. البدو كيحكوا ان في الليل الرياح في الصحراء ماشي غير صوت طبيعي، بل ارواح او جنود قدامى كيبقاو كيبكيو وكيغنوا وسط الرمال. الناقة الشبح، كاينة حكايات على ناقة كتظهر بوحدها في وسط الصحراء كتقرب من المسافرين، ولكن ملي كيبغيو يركبوها كتختفي فجأة. المدينة الضائعة تحت الرمال، أسطورة قديمة كتحكي على مدينة غنية مدفونة تحت الرمال بسبب غضب الله أو لعنة قديمة. وبزاف ديال الناس اختلفوا في المكان ديالها وفي الصحراء ديال الدولة، وما مازال يومنا هذا ما تحددتش الدولة المعينة اللي دفنات في هذه المدينة. الرجل بلا وجه، حكاية مرعبة كتقول أن كاين راعي كيتبع القوافل، ولكن ملي كيقرب كيبان بلا ملامح في الوجه وكيختفي ملي كيتشاف مباشرة.